كلنا سمعنا عن السحرة والدجالين، واللي كمان بقى بيطلق عليهم علماء روحانيين. أنا جايب لكم قصة النهاردة في منتهى الغرابة. دجال وساحر أو عالم روحاني كان من أقوى الناس في مجاله ده، بتحصل له قصة في منتهى الغرابة، بيقرر بعدها إنه يتوب عن الدجل والشعوذة، وبيقرر يفضح كل السحرة والدجالين على اللي كان بيحصل منهم ورا الكواليس. أنا محمد حسن، والحلقة دي هنتكلم عن داود محمد فرحان أو الساحر التائب. قصتنا بتبدأ تحديدا من اليمن، وتحديدا في قرية نائية بيتولد بطل قصتنا داود محمد فرحان. نشأة داود كانت في وسط عيلة بتتوارث السحر أبا عن جد. كان كل واحد في عيلة داود قبل ما يموت كان بيختار أحد أبنائه عشان يمارس عليه السحر بتاعه ويعلمه من السحر اللي كان بيعرفه، لحد ما وصل الدور على والد داود فرحان. كان وقتها داود لسه طفل، وبدأ والده من الوقت ده يعمل عليه طلاسم وتعاويذ سحرية علشان الجن يتلبس داود، ويبقى داود لما يكبر ساحر زي أبوه أجداده. داود من وهو طفل صغير كانت بتجيله حالات صرع مفاجئ، وده بسبب إن الجن كان بيبقى قريب جدا من داود. والد داود كان عارف إن الحالة اللي فيها ابنه دي تعتبر شيء عادي، وإن ده بيحصل بسبب تلبس الجن والشياطين بابنه داود. لكن على الصعيد الآخر كانت والدة داود بتتمنى إن ابنها ما يمشيش في نفس طريق أبوه ويبقى ساحر لما يكبر. بعد كام سنة بيكبر داود شوية، وبدأ يبقى منعزل عن الناس، وبقى يروح لأماكن صحراوية خالية من الناس وبيقعد فيها لفترات طويلة. لكن المفاجأة هنا إن داود لما كان بيقعد لوحده كانت بتظهر له فتيات في قمة الجمال. داود كان عارف إن دول شياطين وجن متلبسة في هيئة الفتيات دي. لحد اللحظة دي التعامل بين داود والجن كان مجرد تعامل عادي جدا. لكن في يوم من الأيام بيحصل لداود موقف في غاية الغرابة. في أحد الأيام وأثناء عودة داود من الصحراء كالعادة لقى معزة مربوطة في شجرة. لما قرب منها لقى شكلها غريب جدا، لونها كان أسود وكانت بتبص له. للوهلة الأولى داود افتكر إن المعزة دي خاصة بأحد المزارعين أو الرعاة وربطها في الشجرة. لكن لما الموضوع طول شوية داود اتأكد إن المعزة دي غالبا هتكون شيطان أو جن. فهنا داود أخذ عصاية كانت موجودة على الأرض عشان يضرب بها المعزة علشان تبتعد عن طريقه، لكنه تفاجأ لحظتها إن المعزة دي اتكلمت معه، وكان صوتها أشبه ما يكون بصوت فتاة، وعرفته على نفسها وإنها واحدة من أكبر عشائر الجن وجاية علشان تشوفه. من اللحظة دي داود عرف إنه انتقل لمرحلة أكبر في التعامل مع الجن. بعد اللي حصل ده داود دخل في نوبة صرع شديد بعد ما وصل البيت. هنا والدته حكت اللي حصل معاه ده لبعض الجيران المحيطين ببيت داود وأسرته، واللي كانوا برضه دجالين. فهنا اقترحوا عليها إنها تربطه وهو نايم بسلاسل حديدية علشان تمنعه من الخروج بره البيت، وأشاروا عليها برضه إن الفترة اللي جاية دي هتكون من أصعب الفترات اللي هتمر على داود، لأن في المرحلة دي ملوك عشائر الجن بيبدأوا يوفروا ليه الخدام علشان يساعدوه في أعمال السحر والدجل. مع مرور الوقت حالة داود كانت مزرية جدا، فصعب على والدته وقررت إنها تفكه لبعض الوقت بالليل عشان يخرج شوية. هنا داود بدأ يلاحظ إنه بقى بياكل لحم ميت وقاذورات بشكل عادي من غير ما يعرف من الحاجة دي، وبقى بيوصل بيه الحال إنه ممكن يتخانق مع الكلاب في الشارع على حتة لحمة مرمية في الأرض، وما كانش عنده أي تفسير للي بيعمله ده غير إن الجن والشياطين المتلبسين بيه هم اللي بيأمروا بكده. بعد فترة والدته فكته من السلاسل اللي كانت بتربطه بيها نهائيا. بعدها بفترة سافر داود لمحافظة تانية، وهناك قابل واحد من أكبر المشايخ الروحانيين. بعد ما سأله شوية أسئلة وقرأ عليه شوية طلاسم وتعاويذ قال له إن هو دلوقتي جاهز إنه يكون معالج روحاني قوي جدا، وعرف داود إن في بعض الأسرار ما ينفعش إنه يقولها للإنسان العادي، وإن الإنسان العادي مش هيستوعب القدرات الخاصة والخارقة اللي هتكون عنده، واللي هتمكنه إنه يحكم ويسيطر ويعمل أعمال سحرية قوية، وكمان يقدر يفك الأعمال السحرية القوية. الشيخ قال لداود على بعض الكتب الهامة زي العزيف وشمس المعارف وبعض الحاجات اللي لازم يلتزم بيها. من ضمن الحاجات اللي كان بيمتلكها داود كان خاتم روحاني عليه حجر نادر جدا وعليه مجموعة من الخدام، وكان برضه بيمتلك سبحة، والسبحة دي ليها دور كبير جدا في إنها توحي للناس المحيطة بيه وللمرضى اللي كانوا بيقولوا إنه راجل تقي. كان طول الوقت بيدهن الخاتم والسبحة بتوعه بنوع معين من المسك، كان ليه رائحة نفاسة وجميلة عشان أثناء جلسته الناس تفتكر إنها جلسة روحانية.
وكان أثناء الجلسة وأول ما يدخل عليه المريض اللي جاي له كان على طول داود بيقول للشخص على اسمه وبعض المعلومات عنه ما يكونش حد يعرفها غير المريض. كان بيعمل كده علشان يوهم المريض إنه فعلا معالج كويس مش أي كلام. داود كان بيعرف المعلومات دي عن طريق إنه يبعت واحد من خدامه للقرين الخاص بالشخص أو الحالة اللي هتدخل عليه، فبالتالي الخادم بيعرف كل اللي عايزه من القرين الخاص بالشخص ده. بعد مرور عدة سنوات بدأ يلاحظ إن الخدام اللي شغالين معاه مش أقوى حاجة، وإنه عايز ينتقل لمرحلة أكبر من المرحلة اللي هو فيها علشان يحصل على خدام أقوى. في يوم من الأيام ذهب داود للصحراء عشان يعمل الخلوة اللي بيستحضر فيها الخدام والجن، وطلب إنه عايز خدام أقوى. وبالفعل ظهر له شخص طويل ولابس أبيض، لكن كان شكله مخيف وشكله بيدل على إنه كبير في السن. داود كان عارف إن اللي ظهر له ده واحد من ملوك أكبر عشائر الجن اللي موجودة. المهم إن الشخص ده بعد ما سمع طلب داود اختفى فجأة، لكنه بعت لداود مجموعة من الخدام. بالفعل داود قعد معاهم وقالوا له على القدرات الخارقة اللي عندهم وإنهم هيكونوا تحت أمره في اللي هو عايزه منهم. لكن الأوامر اللي هينفذوها لداود ما كانتش من الباب للطاق كده، كان هم كمان ليهم شروط لازم ينفذها داود. وكان طلبات الخدام نظير الخدمات اللي هيقدموها لداود كالتالي: أول حاجة طلبوا منه إنه يروح الصحراء وتحديدا لمكان خلوته، وطلبوا منه إنه يجيب معاه مصحف. أول ما بدأ خلوته ظهر له الخدام وطلبوا منه إنه يقطع المصحف من النص ويرتديه في رجليه الاثنين والعياذ بالله، وبعد كده يمشي عليه على الرمال. بعد كده طلبوا منه يقطع المصحف لمجموعة كبيرة من الصفح ويفرشها على الأرض ويمارس الرذيلة على الصفح بتاعة المصحف والعياذ بالله. على فكرة الكلام ده على لسان داود نفسه، وهو اللي كان بيقول كده. بص يا صديقي، المرحلة دي على حسب ما بيقول داود إنها بتكون أصعب مرحلة، لأن الشياطين والجن لازم في المرحلة دي يوصلوك لمرحلة من الكفر والشرك بالله تخليك بعد كده لو ناوي إنك تتوب لله عز وجل يخلوك تستحي بعد اللي عملته ده. المهم بيكمل داود قصته بيقول إن استمرت خلوته لمدة 40 يوم كاملين، وكل يوم بيكرر نفس اللي عمله في أول يوم. بل زيد على ذلك إنه طول ال40 يوم دول ما ينفعش إنه يغتسل أو يلمس المية، ولازم يكون طول الوقت على جنابه. وكان من الشروط كمان انه لا يجالس الصالحين اطلاقا، وما يقراش قرآن خالص الا بعض الايات البسيطه اللي الخدام امروا بيها علشان تساعده في ايهام الناس اللي حواليه، علشان محدش يشك انه مجرد ساحر ودجال. المهم يا صديقي ان بعد ما خلص داود ال40 يوم بدأت مرحله جديده في حياته، وبقى بالفعل بيشتغل. لكن بيحكي داود ويقول انه لما كانت بتجيله اي جلسه روحانيه او حتى هو لما كان بيروح لحد كان في بداية الجلسة يقرأ قرآن قدام الحالة اللي بيعالجها، لكن ما كانش بيقرأ قرآن بطريقة صحيحة، كان بيقرأ آيات مختلطة، بمعنى إنه كان بيقول آية أو أقل من الآية وما يكملهاش علشان يوهم الحالة اللي معاه وبيعالجها إنه بيعالج بالقرآن. المريض من اللي هو فيه ما بياخدش باله إن اللي بيقرأ داود ده مش قرآن، وإن دي مجرد طلاسم وتعويذ بيستحضر بيها الخدام والجن علشان يساعدوه. ومع حضور الخدام بيطلب منهم يجيبوا له معلومات كافية عن العمل اللي معمول للراجل ده أو طلبات وأسرار عن حياة الراجل ده، وبيبدأ الخدام يتكلموا مع قرين الراجل ده وياخدوا منه معلومات ويبلغوها لداود ويصدم بيها الحاضرين معاه في الجلسة. كمان من شروط الخدام واللي لازم داود يلتزم بيها إنه يفضل طول الوقت على جنابه، وإنه يظهر قدام الناس بصورة شيخ تقي دقنه طويلة والسبحة مش بتفارق إيده. ده حتى لو في يوم من الأيام كان معدي من الشارع وسمع صوت الأذان يدخل الجامع ويصلي مع الناس من غير وضوء حتى لو كان على جنابه. داود كشف عن بعض الأسرار الغريبة للمعالجين الروحانيين، واتكلم عن موضوع الذبح اللي بيطلبه الساحر من الشخص اللي جاي له، زي مثلا إنه ممكن يطلب ديك أسود أو معزة أو طائر معين. داود بيقول إن الذبح ملوش أي قيمة من الأساس، كل ما في الموضوع بيبقى دخل الشخص التاني معاه في دايرة الشرك بالله والعياذ بالله، لأن الذبيحة اللي ذبحها أساسا كانت لغير الله عز وجل. المهم إن في أحد الأيام وأثناء ما كان داود عنده شخص وكان عنده هناك جلسة روحانية، فجأة داود حس بتعب وإرهاق شديد، فبالتالي طلب من سكان البيت إنه ينام شوية. داود بيقول إنه لما نام شاف حلم غريب جدا. شاف في الحلم إنه كان قاعد في قريته القديمة وكان ميت، والناس من حواليه شايفينه ميت، وهو كان بيحاول يتكلم معاهم لكن محدش كان سمعه. المهم إنهم بعد ما غسلوه وكفنوه وأثناء ما هم بيدفنوه كان هو عمال يقول لهم ويتكلم معاهم إنه هو عايش، لكن ما كانش حد بيلتفت ليه ولا حتى حد سمعه. بعد كده دخلوه القبر وقفلوا عليه ومشيوا. بعد شوية طلعت ايد كبيرة من القبر ورفعت جثمان داود ورمتها على الأرض بقوة ووقفته وطلبت منه انه يصلي لربنا. في اللحظة دي صحي داود وهو بيصرخ صراخ شديد،
وكان حاسس بألم في جسمه زي ما يكون اللي شافه في الحلم ده كان حقيقة. هنا سكان البيت جريوا عليه لما سمعوا صوته، لكن محدش كان عارف ايه اللي حصل معاه. هنا بيجي دور الشياطين، وإنهم بدأوا يوسوسوا لداود وقالوا له إن اللي هو شافه في الحلم ده كان غضب من الجن عليه، لأنه نام من غير ما يخلص الأعمال اللي كان بيعملها، لكنه كان لسه حاسس إنه تعبان فقرر ينام تاني. مجرد ما نام شاف حلم تاني أصعب بكتير من الحلم اللي شافه في المرة الأولانية. شاف في الحلم التاني إنه كان ماشي في طريق وشاف قدامه حفرة كبيرة جدا. لما قرب من الحفرة دي شاف أبوه المتوفي. أول ما قرب من الجثة شاف أبوه، لكن كان شكله مفزع ومخيف جدا. هنا والده كلمه وطلب منه يبتعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه ده تماما، وإن الطريق ده آخرته وحشة وهيكون فيها هلاك وشرك وكفر بالله، وإن الأعمال اللي مارسها عليه في حياته وهو صغير هو ندمان عليها ونفسه الدنيا ترجع بيه علشان يرجع يصلح الغلط اللي هو عمله ويتوب لله. داود صحي من النوم وهنا اتأكد إن اللي شافه في الحلم هو رسالة واضحة ليه علشان يرجع عن الطريق اللي هو ماشي فيه. هنا داود قرر يتوب، لكن بمجرد إنه قرر يعمل كده بدأت الشياطين والجن اللي كانوا بيساعدوه إنهم يغضبوا عليه. فأول حاجة عملوها إنهم سحبوا منه القوة الجسدية اللي كانوا مدينها له. فداود قعد فترة بيعاني من إرهاق شديد في جسمه وصعوبة حتى في المشي، لكنه ما ضعفش قدامهم وقرر إنه لسه مكمل في الطريق، وإنه برضه مش هيرجع للأعمال السحرية من جديد. فقام داود لأول مرة في حياته واغتسل وتوضى لأول مرة في حياته وضوء صحيح، وبدأ يصلي لربنا، وبقى بيدعي ربنا إنه يساعده في التوبة وإنه يصرف عنه الشياطين والجن. بس هنا الشياطين والجن اللي كان بيتعامل معاهم داود ما سابوهوش في حاله، كانوا بيظهروا له بيحاولوا يقنعوه إنه يرجع لنفس طريقهم، لكنهم فشلوا في اللي هم عاوزين يوصلوا له، وكل محاولاتهم فشلت مع داود، لحد ما في يوم من الأيام هددوه إنه لو ما رجعش لطريقهم هيبدأوا يؤذوه في أولاده ومراته وكل الناس اللي بيحبها. بعد فترة قريبة ولاده الاتنين ماتوا بطريقة غريبة، في جلسة عادية خالص كده حصل لهم انتفاخ وماتوا. وبعدها بفترة مراته كمان جالها مرض غريب ملوش أي علاج وماتت برضه. لكن مع كل اللي حصل ده داود كان لسه مكمل في طريق التوبة، وإنه مش هيرجع مرة تانية لطريق السحر والشعوذة والأعمال. بص يا صديقي، قصة داود فرحان دي قصة حقيقية، وكل اللي قلناه لحد دلوقتي كان على لسانه هو شخصيا، وهو اللي حكى القصة دي. قصته فيها دروس كبيرة وعبرة لكل الدجالين والمشعوذين، واللي في وقتنا ده بقوا بيطلقوا على نفسهم علماء روحانيين. لازم تعرف يا صديقي إن مجرد دخولك في وسط دايرة الناس دي هيقودك مباشرة للشرك بالله، ومجرد دخولك بيكون سهل، لكن خروجك منه بيكون صعب جدا وبيكون له ثمن زي اللي حصل مع داود. فالخلاصة إنك بلاش تمشي في طريق الناس دي أو حتى تسمع منهم أي كلام، علشان ما تلاقيش نفسك مشيت في طريق هتندم عليه عمرك كله. لحد هنا يا صديقي تكون حلقتنا خلصت، لكن قصصنا لسه ما خلصتش. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تشترك في القناة لو بتتفرج على الفيديو من على يوتيوب، وتعمل لايك لو بتشوفه من على فيسبوك. سلام.